ورحمة الله وبركاته حبايبي وكل اخواتي اللي بيتابعونا على اليوتيوب والناس اللي بتتابعنا على الفيس يوميات في مزرعتك. وطبعا الناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب الاسلامي المتميز للارانب والاعلاف، يا ريت يا جماعه كل اللي يشوف الفيديو ده يدوس لايك عشان خاطر علوه. تمام. تعالى بقى النهارده احنا عملنا دور واحد. دي طبعا علميا في تربيه الارانب الدور واحد بتبقى مهم وحلو بالنسبة للكنس، وبالنسبة برضه للأمهات مش هتلاقي مشاكل زي الأول. بالنسبة للدورين والثلاثة مش هتلاقي مشاكل زي الأول، تلاقي الأرنب فايق. صح يا علوة؟ طبعا النظام ده أحسن ولا الأول؟ لا كده احسن. كده أحسن. طبعا النظام اللي هو الفيلات يا جماعة اللي هو الدور واحد دي طبعا في تربية الأرنب حاجة ممتازة. طبعا بقى تعال نشوف العلوة عمل إيه. طبعا أهو صندوق نضيف، الصندوق راكب نضيف اهوت، بيت الولد جاهز للام نضيف. وتعالى برضه ام والده شوف عمل ايه برضه اهو. امه لسه والده اهي ومظبط الصندوق قش اهو عشان الناس اللي لسه بادئه جديد تتعلم. علي اهوت بيتعلم مننا وان شاء الله هيتلاقيه برضه يعلمكم الشغل ماشي ازاي. يا جماعه الدور واحد ينفعك عشان خاطر الكنس تكنس في يمه واحده. طبعا دي دور الاطفال اهو بتكنس من يمه واحده. وطبعا خطوط الامهات زي ما انتم شايفين كده اللي معاها اطفال اهو. وطبعا برضو شايفين عامل خطوط الانتاج واحد، يعني مفيش امهات، خط انتاج لوحده خط امهات لوحده زي ما انتم شايفين. وشايفين الام معاها كده يا جماعه لسه ما فطمتش، يعني احنا فاطمين من دول اهو. شايفين الام معاها كام؟ عمر 25 يوم يا جماعه اهو. الام معاها عدد اهي. وطبعا المعلم علوة مروق عليهم وبيفطم اول باول. شايفين اسبوع وان شاء الله يتفطم. يا ريت يا جماعه كل اللي لسه مبتدئ جديد يتعلم من النشاط ده، يتعلم ان الدور واحد ممتاز في التربيه، سواء في النظافه سواء في الحرق سواء في كل حاجه عامه. حتى الوقايه ما بتتعبش مع الارنب زي ما بتتعب في الدورين. طبعا زي ما انتم شايفين النظام اهو حاجه ممتازه. الارنب فايق عن الاول. وطبعا يا جماعه شايفين السلالات. ادي سلاله الاسكندريه اهو. عالم بدع يا جماعه اهو. عامل سلاله اسكندريه وسلاله الريكس. شايفين السلاله عامله ازاي؟ حاجه ممتازه بصراحه. ودي سلاله الهاي بلس والفلاين اللي كل الناس بتسال عليها. حاجه ممتازه، خطوط شغاله حلو. خطوط امهات، خطوط الانتاج لوحدها، لانك كل واحد بقى تتعامله بتعامله. لان الامهات تشغلهم ببرنامج مياه وقايه مظبوط غير اللي هتشتغل عليه بالنسبه للاطفال. الديكور طبعا احنا حاطين الديكور مؤقتا لغايه ما نعمل الخط الثالث. الخط الخط الخامس ان شاء الله. طبعا يا جماعه شايفين السلاله ممتازه. الهاي بلس ارنب شعرته نايمه وناعمه كده يا جماعه، تعرف الارنب نقي، صحته حلوه. شوفوا يا جماعه اللقطه دي اهو. ارنب ابن عز نايم على جنبه، كان الطاقه بتاعته ونام على جنبه اهو. تعالوا نروح له كده يا جماعه. طبعا طول ما الارنب واكل وشبعان والدنيا حلوه شايفين يا جماعه ارنب نقي. هي دي سلاله الفلاين. شايفين يا جماعه.
طبعا يا جماعه انا شايف الوضع تمام وكويس وماشي الحال، وطول ما في انتاج وفي خير طبعا الدنيا ماشيه. وعايزين كله برضو يتعلم زي علوة، وعلوة ان شاء الله بيتعلم، وان شاء الله هيفيدكم كتير في فيديوهات جايه كتير. على هيخش لكم فيديوهات طحن وهيوريكم حاجات انت تتمنى تعملوها، ويا ريت كل الناس تبقى زي علوة. وان شاء الله بتزورونا في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.